يعني علم النفس الاجتماعي كيهضر عليها دائما. كاين فرق ما بين الفرد كسلوكه وسلوك الجماعه. النفسيه والعقليه ديال الفرد، نفسيتهم كيكون بوحدو ماشي هي النفسيه ديالهم كيكون داخل الجماعه. الشيء دوك اللي داروا داك السلوك هما النيت كنقول لكم ها كاملين في اوضاع اخرى. تخرج ديك البنت وغيتلاقاها بالواحد في شي بلاصه ما غيديرش داك السلوك، ولكن داخل الجماعه غيدير داك السلوك. هذه اللي سبق هضرت في واحد الحلقه سميتها نظريه صندوق التفاح الفاسد، البيئه الحاضنه للسلوكات. علاش بعض المرات كنمشيو للملاعب عقليه الجماهير كتسمى نفسيه الجماهير، كيهرسوا داك هو بوحدو كتلقاه ظريف وغزال، ولكن ملي كتكون واحد البيئه ولا واحد السلوك كيدير داك السلوك. ماشي كلشي، كاين اللي كيستجيب لهذا النوع من البيئات. اذا خصنا نقراو اول حاجه النفسيه ديال الفرد. نقطه اخرى التحرش. واش ما لاحظتوش تما؟ راجعوا الفيديو بشويه وتفرجوا فيه. هذيك البنت الصغيره دارت نفس الحركه اللي كيديروا الدراري. اذا شنو هو دافع ديك البنت السلوك؟ حنا قلنا كلنا التحرش الجنسي واسباب بزاف الناس قال لك الغالب. هذيك البنت الصغيره دارت داك السلوك علاش؟ شي دوك الولاد خاصهم دراسه سيكولوجيه، دراسه نفسيه، دراسه داك السلوك شنو هو بعيته، علاش داروا ديك الحركه. كاين البعض من جانب اخر كيبان بان يعني كل واحد في هذا الشباب قام بتعطيل ملكه العقل الفردي عنده. وهنا غادي اللي كيفسر لنا هذه الظاهره هو صاحب كتاب سيكولوجية الحشود، لا بسيكولوجي دي فول، وهو غيستاف لو بون. شنو كيقول؟ كيقول بانه لما كيكون الفرد داخل الجماعه وكينساق للجماعه، لان ما كيبقاش يفكر بالعقل الفردي ديالو، بل كيولي يفكر بالغريزه ديال الانسياق، كيولي بحال واحد التيار كيجرو معاه. وهذا التيار هو الهمجيه، هو السلوك الحيواني الغريزي الاصلي اللي في الداخل ديال لا شعور الانسان كيعاود يطلع. وكما كيبقاش الانسان انسان عنده اخلاق وقواعد ديال السلوك، لا، كيصبح مثل الحيوان المندفع والمفترس. ولهذا لما كيهجموا الناس مثلا وكيهرسوا منشآت وكيحرقوا السيارات، لما كتعزل كل واحد فيهم وكتجيبو دير له استنطاق كما هو عند الاجهزه الامنيه، كتلقاه كيولي بعقله وكيقول لك هادشي اللي درنا حشومه سي ما مزيانش. هادوك الشباب الا عزلنا كل واحد فيهم وقلنا له شوف شنو درتي وعرضنا له الفيديو، غادي يحشم وغادي يقول اودي هادشي اللي درنا غير معقول. علاش؟ لان غادي يولي كيرجع للعقل الفردي ديالو، لانه ما بقاش في الجماعه، ما بقاش في القطيع الحيواني، ما بقاش في الحشد، ولا هو الانسان فلان بوعيه وعقله.